هيتقال لك ما انت يبقى شفت الصوره قبل ما تضغطي. لا انا ما شفتش اي صوره، وواضح قوي من الصوره. يبقى شفت العلم قصدي قبل ما تضغطي يعني. ما شفتش العلم، انا واضح قوي من الصوره اللي قدام حضرتك ان العلم كان على كتفها. انا ما اعرفش ان هو ده علم اصلا، الناس كلها بتدينا موبايلاتها فاحنا بنتصور عشان ناخد اللي بعديه. فانا ما شفتش العلم كان على كتفها، ومن الواضح قوي ان هي كانت حاطاه على كتفها، واول ما انا بدات اصور بترفع العلم بايد واحده. وعند حضرتك النجمه اللي في النص دي مش باينه، اللي هي بتاعه العلم ده هياكد. مش باينه، فانت ما كانش العلم مكتمل قدامك انك تشوفيه ان ده علم اسرائيل يعني. اصلا هو ما كانش فيه علم اصلا، العلم كان على كتفها، فانا ما كنتش فاكره ان في علم، ممكن يبقى التيشيرت على كتفها، ما كانش واضح قوي. ومن الواضح برضو ان العلم دلوقتي قدام حضرتك اهو على الشاشه على كتفها، وانا بلقط الصوره قامت هي رفع علم بايد بحيث ان هو يظهر العلم كامل. بس لسوء حظها ان النجمه برضو لحد دلوقتي هي مش باينه برضو. فانا مش قبل ما اتصور مع اي حد هقعد اقول له انت جنسيتك ايه او انت معاك ايه. انا بقول اقرار من نفسي، انا ما اتصورتش في البطوله دي مع اي حد ماسك علم غير اللي هو بتاع البرازيل بس. انا الصوره دي اول مره اشوفها في حياتي، واول مره يبقى ليا علاقه بالمواضيع اللي زي الصوره دي انتشرت الساعه كام النهارده يا دعاء بالظبط كده؟ الساعه 2. انا فجاه ناس بتصحيني بتقول لي انت فجاه بقيتي خاينه وعميله. فانا مش عارفه الكلام ده عشان انا فعلا ما عملتش كده. يعني بيصحوكوا يقولوا لك انت خاينه وعميله؟ ناس كتير بيقولوا لي ايه الصوره اللي انت متصوراها دي، وايه انت ازاي تتصوري ورا علم اسرائيل. طبعا هي الصوره مستفزه يا دعاء، هي طبعا لغايه ما انت توضحي وانت وضحتي، بس هنا يبدو انه السيده الاسرائيليه هي مدبره. واضح انها تعمدت تماما انها تصنع هذه الصوره، وان العلم الاسرائيلي يطوق رأسك بهذا الشكل. هي العلم مش على دماغي انا، العلم على كتفها هي وايديها مطوحاها دي في اخر لقطه من الصوره. انا ما ركزتش، انا ببص في الصوره، المفروض ببص في الكاميرا على نفسي، انا ما بصيتش اللي ورايا ايه، عشان وانا باخد الموبايل منها ما كانش معاها اعلام والشمس كانت موجوده، فانا مش شايفه انا بصور ايه. انا بصور عشان الناس ما تزعلش وما تقولش ان هم لا انت